كلثوم ماتت سنة 1975، بس صوتها مازال حتى وقتنا هذا عايش بحجمه الكبير، لأن في فرق ما بين موهبة بتطلع يومين وخلاص تنتهي، وموهبة بتتحفر في الذاكرة مهما عدى عليها من سنين ما بتتطربش. عمرك فكرت إن أعظم صوت في تاريخ الأمة العربية كان ممكن في يوم من الأيام ما نسمعوش؟ مش عشان الصوت ضعيف، ولكن عشان اتولد في الوقت الغلط، في المكان الغلط، بالجنس الغلط. أم كلثوم قبل ما تبقى أسطورة كانت بنت خايفة جدا، ومع ذلك كملت. أهلا بيكم، أنا عبد الله مصطفى. أم كلثوم اتولدت سنة 1904. اتولدت في قرية صغيرة اسمها طماي الزهايرة في محافظة الدقهلية، في بيت بسيط جدا، وأب كان شيخ منشد، وأم بسيطة جدا وكانت ست رفاية. وما كانش في خيالهم إن البنت دي في يوم من الأيام الناس هتقف في الشارع تهتف باسمها وبسبب صوتها. في البداية كانت بنت ريفية بتغني في الأفراح في وسط ناس شايفة إن دوت عيب وحرام، إنما بعد كده امرأة واقفة قدام ملوك ورؤساء والعالم كله بيسمع لها. المسافة ما بينهم بقى ما كانتش صوت، ده كان صبر. خلينا ندخل في مرحلة الطفولة والخوف الأول بالنسبة لأم كلثوم. وهي صغيرة باباها اكتشف إن صوتها كان قوي جدا، أقوى حتى من الولاد اللي في سنها، بس ما بينه وما بين نفسه بدل ما يفرح خاف من السمعة وكلام الناس والعيب اللي ممكن يتحط فيه. ففكر في فكرة، وكان الحل بالنسبة له إن هو يلبسها زي الأولاد. عاوزك تتخيل معايا كده مشهد في حياة أم كلثوم. كانت طفلة صغيرة لابسة لبس ولاد، صوتها ملائكي وبتنشد قدام الناس. متخيل؟ بس باباها عمل معاها كده عشان العيب والغلط. أم كلثوم أول درس اتعلمته كان بدري جدا، وهو إن الموهبة لوحدها ما بتحميش. طب إيه أول صدمة حقيقية وقعت فيها أم كلثوم؟ في أوائل العشرينات أم كلثوم سافرت للقاهرة. القاهرة في الوقت دوت كانت قاسية جدا وما بترحمش، كانت مليانة أصوات كتير جدا. دخلت في وسط عالم محدش فيه مستنيها. في البداية اتقابلت بالنقد. النقد ده كانوا بيقولوا عليها صوتها قوي جدا بس تقيل، شكلها ما يديش ان هي انثى فائقة الجمال، بالعكس عادية جدا. ناس كتيرة جدا قالت انها مش هتكمل، ودي اللحظة اللي معظم الناس بتقف عندها في مرحلة تطور حياتهم. لكن ام كلثوم فضلت ثابتة وما رجعتش، رجعت خطوة بس جوه نفسها. طب ايه هي الحقيقة اللي غيرت كل حاجة في حياة ام كلثوم؟ ام كلثوم كانت عقلية كبيرة جدا، وفهمت بدري قوي إن اللي يعيش على موهبة بس هينتهي ويخلص بسرعة. فبدأت في شوية خطوات مهمة جدا. أولهم إنها تتعلم اللغة اللي دايرة ما بين الناس، وتفهم الشعر كويس قوي، وتختار بدقة كبيرة جدا الكلام اللي هتغنيه، وأي حاجة مش على مستوى معين في دماغها كانت بترفضها. ودي في البداية كانت مجازفة كبيرة جدا، لأنها قالت لأ في وقت كان غيرها ممكن يقول آه. طب خلينا دلوقتي نعرف إيه لحظة القرار الحقيقي في حياة أم كلثوم. في أواخر العشرينات أخدت قرار واضح جدا: أنا مش جاية أطلع أو أعدي، أنا جاية أسيب أثر. من ضمن اختياراتها كان أحمد رامي، وكان محمد الأصبجي، وبعدهم السنباطي طبعا. مش عشان كل واحد منهم اسم تقيل في مجاله، لكن عشان بتعرف تختار بعناية. ما بينها وما بين نفسها كانت بتبني واحدة واحدة كأن واحد بيبني البيت بتاعه. دلوقتي ننتقل لمرحلة الصعود والبصمة اللي سابتها أم كلثوم. في الثلاثينات والأربعينات من عمرها أم كلثوم وصلت لأنها بقت صوت مصر الأول، وكانت رمز وحالة. في حفلات أم كلثوم الشارع كان بيفضى، والقهاوي كلها كانت بتسكت، مفيش حد بيطلع نفس، والناس بتفضل تعيط على أنغامها. مش عشان صوتها حلو ولا قوي، ولكن كان في صدق في كل كلمة بتقولها وكل عمل بتعمله. طب خلينا نبص على جانب تاني من حياة أم كلثوم، وأم كلثوم الإنسانة خلف المجد. برغم إن أم كلثوم وصلت لمكانة كبيرة جدا، ولكن كان في حياتها بعض الحاجات اللي كانت عاملة زي الضريبة بتدفع ثمنها. كانت وحيدة وحذرة جدا وصارمة في كل قراراتها، عشان اللي اتوجع بدري أو اتوجع في صغره هتلاقيه دايما عنده إن هو يحاول يحمي نفسه في أي حاجة بعد كده. أم كلثوم ما كانتش سهلة ولا قريبة، بس كانت حقيقية جدا. طيب إيه الدروس اللي ممكن نطلع بيها من كلامنا عن أم كلثوم؟ الدرس الأول: مش كل بداية متواضعة نهايتها تبقى عادية. ممكن تبدأ بداية بسيطة جدا، وفي وقت من الأوقات توصل لمراحل عمرك ما فكرت إنك توصل لحاجة زي كده. الدرس التاني: الرفض مش نهاية، أحيانا بيكون فلترة. يعني إن أنت توصل في يوم من الأيام إنك تعرف تقول لأ على حاجة معينة، ده مش معناه إن أنت بتقفل حاجة أو بتنهيها كده وخلاص. بالعكس، ده معناه إن أنت بتعرف تختار لنفسك كويس أوي هي محتاجة إيه وعايزة إيه. أما بقى الدرس التالت: اللي بيتأنى في إن هو يبني نفسه واحدة واحدة
بيعيش دايما طويل وفي القمة. طيب ايه الخلاصة بقى يا صديقي؟ أم كلثوم ماتت سنة 1975، بس صوتها مازال حتى وقتنا هذا عايش بحجمه الكبير، لأن في فرق ما بين موهبة بتطلع يومين وخلاص تنتهي، وموهبة بتتحفر في الذاكرة مهما عدى عليها من سنين ما بتتطرقش. سؤالي ليك يا صديقي، هو أنت مستعد تستحمل الرحلة ولا محتاج حد يسقف لك وخلاص؟ ممكن تكتبلي في الكومنتات تحت وتقولي ايه أكتر حاجة رفضتها في حياتك وكانت سبب أو سر قوتك. ولو السلسلة دي عجبتك ممكن تقولي ايه الشخصيات اللي تحب ان احنا نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنعمله. سلام.